الدنيا سهلة يا شباب، والله العظيم الدنيا سهلة، بس انت اضغط على نفسك والزم نفسك بحاجة لازم تخلصها. ما تنامش، نام 4 ساعات، نام 5 ساعات، اشرب قهوة كتير. المهم خلص اللي عليك قبل الشهر ده ما يخلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم الشيخ. في مسجات كتير بتتبعت لي وفي كومنتات كتير قوي 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 بتتكتب في الكومنتات عندي على الفيديوهات ان مفيش وقت ان احنا نذاكر، مفيش وقت ان احنا نراجع كتير، مفيش وقت ان احنا نحل كتير، اللي هو يدوب على قد كتاب واحد بس نحله وخلاص. بص يا غالي، انا اختي معاكم السنة دي في سنة تالتة ثانوي وازهر كمان، يعني 18 مادة. فانا نزلت من اسيوط 1/5، لقيت امتحانها امتى؟ 1/6. يبقى كده مفيش غير شهر واحد. فجيت كده قلت لها انت بتحليش ليه ومش عارف. حل كتير. هي ما كانتش بدأت تحل كتير، كانت بتحل حاجات بسيطة. فالمهم جت تفتح الكتاب وبتحل، لقيتها مرة واحدة دموعها عمالة تنزل. والله العظيم يعتبر دموعها مالت الكتاب. فانا في ايه يا بنتي بتعيطي ليه؟ هو انا زعلتك وانا قلت لك حاجه تزعلك؟ مش عارف هتزعلك. لقيتها بتقول لي انا مش عارفه احل. طب ايه المشكله دي؟ طيب ده ما تبقاش غير شهر. طب بصي انا هظبط لك الدنيا، قولي لي بس انت ايه الصعب وايه السهل بالنسبه لك، وانا هظبط لك جدول 100 100 تمشي بيه باقي الشهر ده. تمام؟ قالت لي تمام. فالمهم قلت لها ايه الصعب بالنسبه لك؟ قالت لي الكيمياء صعبه عشان معادلاتها كتير وما حفظتهاش ومش عارفه اجيب كذا من كذا، كيف تحصل على من كذا والحاجات الكتير ده، والكيمياء العضويه. فقلت لها خلاص، يبقى اول حاجه الكيمياء. ايه بعد الكيمياء؟ كيمياء وفيزياء ولا احياء؟ قالت لي لا الفيزياء صعبه شويه. قلت لها خلاص يبقى نخلص الكيمياء ندخل على الفيزياء. إيه اللي بعد الفيزياء؟ قالت لي الاحياء. قلت لها خلاص تمام. ايه السهل بالنسبه لك؟ قالت لي الرياضه سهله، الشرع والعربي والكلام ده كله سهل بالنسبه لي، يا دوب هرجع عليه بس كده. قلت لها خلاص نمسك للكيمياء. فانت اول حاجه لازم تكون عارفها ايه السهل وايه الصعب بالنسبه لك علشان تدي الاولويه للصعب. تمام؟ فانا مسكت لها جدول كده، قلت لها اول اسبوع كامل اللي هو الاسبوع اللي فات ده اللي احنا فيه النهارده الاربع، فهي بدات من يوم ايه؟ من يوم السبت. انا كتبت لك جدول الجمعه وهي بدات من يوم السبت. فالنهارده الاربع مسكنا ايه؟ مسكنا الكيمياء. قلت لها ايه اصعب باب في الكيمياء بالنسبه لك؟ قالت لي الخمس ابواب اصعب باب العضويه. قلت لها ايه بعد العضويه؟ قالت لي الباب الرابع. ايه بعد الباب الرابع؟ قالت لي الباب الثاني عشان في معادلات كتير، وبعدين الاولاني والثالث سهلين شويه فهاخدهم مع بعض. قلت لها خلاص العضويه ناخدها على 3 ايام تحفظيهم وتحلي عليهم. فاديتها اول 24 ولا اول 25 صفحه فين؟ في الكيمياء العضويه في الكتاب بتاعها. حفظتهم وسمعتهم لها فين؟ تاني يوم. معاهم ايه؟ معاهم ماده من المواد السهله، الانجليزي مثلا اديتها وحدتين تحفظ كلماتهم والقواعد بتاعتها فظبطتها. فانت افهم كده معايا، ركز معايا كده، ما تتوهش مني، ركز معايا. اول حاجه تشوف الماده الصعبه بالنسبه لك وتقسمها على حسب انت هتقدر تجيب قد ايه، واضغط على نفسك. لازم تضغط على نفسك، موت نفسك، ما تنامش. اهم حاجه تخلص الماده كلها في الاسبوع ده. الخمس ابواب تخلصهم في الاسبوع. جبت باب كل يوم، جبت نص باب كل يوم، المهم السبع ايام دول تخلص فيهم ايه؟ الكيمياء كلها. فاديتها اول 25 صفحه في الكيمياء معاهم حاجه سهله. شرعي بقى عربي. قلت لها، قالت لي لا انا عايزه الانجليزي عشان احفظ الكلمات تاني. فاديتها اول وحدتين حفظت كلماتهم والقواعد بتاعتهم. كده خلصنا من ايه؟ من اول يوم. تاني يوم تاني 25 صفحه في العضويه حفظتهم، وتاني وحدتين فين؟ في الانجليزي حفظتهم سمعتهم لها تاني يوم. تالت يوم اخر حبه فين؟ في الكيمياء العضويه اللي هو كان امبارح، سمعت لك اخر حبه في الكيمياء العضويه، او كان يوم الاثنين. فسمعتهم لها وسمعت لها كده كمان وحدتين، يبقى كده خلصنا 6 وحدات انجليزي وخلصنا العضويه كامله. في كام؟ في 3 ايام. يعني الدنيا مش صعبه، انت طالما كنت مذاكر قبل كده، بتحل مع المدرسين، بتشوف اللي عليك، بتعمل اللي عليك في الاول في ال9 شهور اللي فاتوا، الشهر ده هيكون سهل بالنسبه لك. بس انت ما تستصعبش الدنيا. بقول لك اختي كانت بتعيط بدموع كده، والدموع بتنزل على الكتاب عشان مش عارفه تحل. بس بعد ما خليتها تحفظ وتسمع، والله العظيم خليتها تحل كده. كنت اقول لها كيف تحصل على كذا من كذا، وفي العضويه واصعب المعادلات كانت تحلها في ثانيه وكانت تحفظها في ثانيه. فانت ما تستصعبش الامور، الامور سهله، بس انت خد الامور كده ايه ببساطه وابدا واشتغل. اضغط على نفسك شويه. خلصنا الكيمياء، خلصنا باب العضويه، دخلنا على الباب الرابع خلصناه، هكذا هكذا. سيبنا الانجليزي شويه، ضفنا مع الباب الثاني مثلا ادب، تمام، ضفنا مع الباب الثالث صرف، هكذا. تمام؟ انت ماشي مع الكيمياء معاها مادة تانية من المواد السهلة بتاعتك. ما انت مش هتحفظ كيمياء طول اليوم، انت طبعا بتروح دروس والكلام ده، فانت بتخلص حاجة المدرسين الاول
وبعدين تدخل على الحفظ بتاعك المطلوب منك اللي هو ايه؟ الكيمياء. وبعدين تخلص الكيمياء تدخل على الحاجات السهله بالنسبه لك، انت بصيت بصه فيها خلاص هتخلصها. فيبقى اول حاجه تعملها تحدد الصعب والسهل بالنسبه لك، تدي الاولويه للصعب، تاخد الصعب تقسمه اصعب فالاصعب فالاصعب. تمام؟ انت خدت مثلا الكيمياء بالنسبه لك صعبه، تاخدها تقسمها على اسبوع، على نص اسبوع، على حسب ما انت هتخلصها. طول ما انت ماشي مع الكيمياء تحط ماده سهله، تحشر جنبها ماده سهله، تحشر جنبها ايه؟ ماده سهله. خلصت الكيمياء تدخل على الفيزياء في الاسبوع اللي بعده، تقسم الفيزياء برضو 8 ابواب ولا ما اعرفش كام باب، انت تظبطهم على حسب دماغك. انت شايف ان الباب مثلا الليزر كله حفظ فانت عايز تحفظه، تاخده في مثلا تاخد الليزر مع ايه؟ المقاومه في البدايه، فتظبطه على حسب دماغك. انت تشوف الاصعب بالنسبه لك وتمشي عليه. انت لسه قدامك كتير، هتلحق والله العظيم هتلحق. بالنسبه بقى للحل، فانت حل على قد ما تقدر، حليت كتاب، حليت اتنين، حليت تلاتة، انت ومقدرتك على قد ما تقدر تحل حل، مش هقول لك على حاجه لا. تمام؟ الدنيا سهله يا شباب، والله العظيم الدنيا سهله، بس انت اضغط على نفسك والزم نفسك بحاجه لازم تخلصها. ما تنامش، نام 4 ساعات، نام 5 ساعات، اشرب قهوه كتير. المهم خلص اللي عليك قبل الشهر ده ما يخلص. مستقبلك قدامك، مستقبلك قدامك وبناديك، بقول لك الشهر ده يا تستخدمني كويس الشهر ده، يا تهمل فيا واضيع منك. بس كده، هو ده اللي انا عايز اقوله لكم. فانت شوف ايه اصعب حاجه بالنسبه لك وابدا بيها، ما تبداش بالسهل. تمام؟ السهل كده كده انت ممكن تجيبه ليله الامتحان، ابدا بالصعب وخلصه وبعد كده انتقل للسهل. تمام؟ اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو في اي اسئله اكتبوها في الكومنتات وانا هرد عليكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.